اهلا بكم في قناه ويكيبيديا المشاهير، موسوعه اخبار النجوم المشاهير، وفيديو جديد بعد الخبر اللي اتصدر الترند خلال الساعات اللي فاتت. هو خبر غريب جدا عن اعتزال الفنانه المصريه ياسمين صبري التمثيل وارتدائها الحجاب، وانها هتتجه لعالم الموضه والازياء، وده في اعقاب لقائها مع صحيفه متخصصه في عالم الازياء والموضه. صحيفه تابعه لاحدى مجلات الموضه في فرنسا، مش هينفع نقول اسمها. وفي الفيديو ده هنعرف سر تصدر ياسمين الترند وكلامها الغريب والعميق كالعاده، خاصة لما اتكلمت عن الحجاب وفكرة إخفاء المفاتن وإظهارها، وكلامها عن إنها خليفة الله في الأرض. وده كلام حقيقي وصحيح، لأن كل بني آدم هم خلفاء الله في الأرض. وهنشوف هل قرار ياسمين ده حقيقي وله علاقة بتصريحات زميلتها ومواطنتها منى فضالي عنها من أيام في أحد البرامج. بس قبل البداية يا ريت لو دي أول مرة ليك في القناة تنزل تحت الفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس للكل عشان تقدر تتابع كل أخبارنا الحصرية لحظة بلحظة. ويا ريت كمان تدعمنا بلايك للفيديو، وما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات عشان نفضل دايما على تواصل. انتشرت خلال ساعات اليوم الأحد أخبار شبه مؤكدة عن اتخاذ الفنانة المصرية ياسمين صبري قرار بارتداء الحجاب واعتزال التمثيل، وإن ياسمين بتفكر فعليا في ارتداء الحجاب. وكشفت ياسمين عن إمكانية ارتدائها الحجاب في يوم ما، وأكدت على إنها مسلمة ومؤمنة ولا تفضل ارتداء الملابس اللي بتظهر المفاتن. وقالت ياسمين في تصريحات لإحدى المجلات الفرنسية إنني يمكنني أن أرتدي الحجاب في يوم ما، كما أنني حريصة منذ الظهور الأول لي أن أخفي مفاتني، لأني كنت أرغب في ظهوري كامرأة مسلمة وليس مجرد فتاة ترتدي ملابس تظهر المفاتن اللافتة. وهو ما تحقق في أول عمل لي، حيث أنني كنت أخفي مفاتني وأمسك بقميصي حتى لا يظهر أي مفاتن. ياسمين أثارت حالة جدل واسعة خلال الساعات القليلة الماضية، وده بعد ما كشفت عن تصريحات كانت جريئة شوية، منها كلام معقول ومنها كلام تاني استغرب فيه رواد السوشيال ميديا، وقالوا ان مش من المفروض ان الكلام ده يخرج خاصة من فنانة او ممثلة. ياسمين قالت انا شخصية طبيعية وهادية بيتوتية بسيطة انطوائية، لا اهتم بالاضواء وبكتفي باصدقائي من قبل الشهرة، ماليش اي اصدقاء من الفنانين والممثلين، خاصة اني ما بثقش في حد بسهولة، بخاف ادخل ناس جديدة في حياتي. وكلامها عن انها قالت انا خليفة ربنا والكون باجمعه مسخر لخدمتي، واتكلمت عن انها بتمر بازمات خلتها تبقى حريصة على نفسها اكتر من الاول. قالت لاني عزيزة جدا على نفسي وحريصة على حياتي، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا علشان نعبده وعلشان نسعى في الارض من اجل الرزق، مش لاي سبب تاني. طبعا الكلام دوت خلى ياسمين صبري تصدرت ترند مؤشر البحث جوجل بعد التصريحات الاخيرة للمجلة العالمية دي، واللي اتكلمت فيها عن علاقتها بربنا. ياسمين دايما تثبت بإطلالتها وظهورها في المناسبات العامة إنها متجددة النشاط وما بتحبش النكد رغم الأزمات اللي بتمر بيها سواء في حياتها الشخصية، وإنها ارتبطت بزوجتين لم يستمروا طويلا، أو حتى حياتها العملية، لكنها تفضل دائما المضي قدما والاستمتاع بالحياة. وفجرت ياسمين مفاجأة بخصوص حياتها الشخصية، واتكلمت عن إمكانية زواجها مرة أخرى بعد انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة. وقالت ياسمين إنها مش بتفكر حاليا في الارتباط بأي رجل، ونفت تماما وكل النفي فكرة انها تكون رجعت لزوجها تاني، وقالت انهم بيحترموا بعض، وان احمد ابو هشيمة انسان محترم ومؤدب يعني، وبيضطرك انك توقره وتحترمه لانه ما بيحبش يسيب الصراعات قائمة بينه وبين اي حد. اول ما شعر اني طلبت الطلاق او مليت من حياتي الزوجية معاه، قرر بالفعل اننا ننفصل. وعن فكرة انه هو كان في مسلسل لياسمين تم تصويره والانتهاء منه، المسلسل ده موجود في العلب او تم اخفائه وما اتعرضش لغايه دلوقتي. وفي مسلسلات كتير على فكره بالشكل دوت، زي مسلسل عالم موازي اللي انتهت ياسمين من تصويره ومفروض كان يتعرض في رمضان السنه اللي فاتت وما اتعرضش لغايه دلوقتي، مسلسل عالم موازي لدنيا سمير غانم. ياسمين ايضا كان ليها مسلسل كان مفروض انه يتعرض في نفس العام، لكن المسلسل ده دخل الادراج ولم يعرض حتى الان، ومفيش اي اخبار خالص عنه. المسلسل ده يقال ان احمد ابو هشيمه اشتراه ورفض، او كان هو المنتج بتاعه ربما، او يعرف المنتج بتاعه وبالتالي رفض اذاعته. ياسمين نفت الكلام ده تماما، واكدت ان احمد ابو هشيمه لا يشعر ابدا بالغيره او الحقد تجاه اي شخص، وانسان متسامح جدا، واتكلمت عنه كلام كويس قوي. ياسمين كمان كشفت انها هتعود للسينما من جديد بعد غياب اكتر من 4 سنوات او ربما 5 سنوات، بعد فيلمها او فيلميها الاخيرين، فيلم ديزل مع محمد رمضان وفيلم هنا وسرور ليله هنا وسرور مع محمد عادل امام، واللي
وهترجع معاه بفيلم اسمه ابو نسب. الفيلم ده بيصور حاليا، وقالت ان شاء الله يعجب الناس. هو فيلم كوميدي وفي نفس الوقت هيكون فيه رسالة، هو دم خفيف وفيلم للعيلة كلها، يعني اللي عنده 7 سنين هيتبسط واللي عنده 77 سنة هيتبسط. وكشفت ياسمين عن عملين جايين ليها، وقالت عندي فيلم هينزل في العيد الكبير، وبعدين عندي فيلم اكشن للصيف مع امير كرارة. يمكن دي اول مرة اعمل دور اكشن حقيقي فيه فرهضة وتدريب كتير، والتدريب على الاكشن غير تدريب الصحة. طبعا هي قصدها ان التدريبات اللي هي بتعملها في الجيم وبتنزل صور وفيديوهات ليها عليها كل يوم والتاني على الانستجرام بتختلف تماما عن تدريبات الاكشن. كلام ياسمين بيدل على انها هتلبس الحجاب في يوم من الايام، هتعتزل. ده يمكن كلام قاله تامر حسني قبل كده في لقاء ليه مع منى الشاذلي الاعلاميه المصريه، قال ان هو هيجي عليه يوم من الايام وهيعتزل الغناء والفن والتمثيل وكل الحاجات اللي هو بيعملها دي، وهيتفرغ لعباده الله. نفس الكلام بتقوله ياسمين، لكن مش دلوقتي عشان الناس فهمت الكلام غلط. وفي بعض المواقع نزلت الخبر على ان ياسمين صبري تعلن اعتزالها التمثيل بعد ارتداء الحجاب. هي هتعتزل التمثيل وهترتدي الحجاب يوما ما، بطوين على راي الاستاذ محمد البلد. ومن ايام حلت الفنانه منى فضالي ضيفه على برنامج VIP اللي بتقدمه الاعلاميه اميره بدر، واتكلمت عن حقيقتها وشنت هجوم حاد على ياسمين صبري لما سالتها المذيعه عن مقارنتها بياسمين في اداء دور في مسلسل مع محمد رمضان. قالت ياسمين جميله وانيقه لكنها ممثله ضعيفه، تمثيل عايز موهبه، وياسمين ما عندهاش موهبه ومش عايزه تدرس، رغم ان قله الموهبه مش عيب لكن هي مصره على عدم الدراسه. وقالت من الممكن ان الواحد يكون لسه بيبدا وما يعرفش يمثل، بس ما ينفعش يعمل دور بطوله لان القماشه هتبقى واسعه عليه، ولو هي عايزه تمثل وتبقى نجمه ونمبر 1 لازم عشان تبقى بطل لازم تشتغل على نفسها علشان ما حدش يتريق او يعلق عليها. واكدت منها انها ما تعرفش ازاي قدرت ياسمين صبري بتمثيلها البطيء والصعب انها تتحصل على ادوار بطوله. قالت لكنها امراه جميله وشيك وبتصرف على نفسها، ممكن تكون محظوظه لكن في كل الاحوال هي حاليا بتشرف مصر ووجه جميل وموديل حلوه جدا. ورغم ذلك كان ادائها ضعيف جدا في مسلسل الاسطوره، على الرغم من ان المسلسل كان بيضم مجموعه كبيره من الفنانين العظماء وكلهم كان النرف عندهم عالي وتمثيلهم هايل، لكن هم كانوا في وادي وياسمين صبري كانت في وادي تاني. مستني رايكم في الكومنتات، هل انت شايف او مع كلام منى فضالي على ياسمين صبري انها بالفعل ممثله ضعيفه ولا دي مجرد غيرة ستات؟ وما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل. وبكده تيجي نهاية الفيديو اللي معانا، يا رب ينال اعجابكم. استنوني في فيديو جديد ان كان في العمر بقية. واخر كلامي سلام عليكم.